تعرف ان كسوة الكعبة كانت بتتصنع هنا في مصر؟ كنا بنشوف زمان موكب اسمه المحمل. الموضوع بدأ من ايام عصر الدولة الفاطمية، كانوا بيصنعوها هنا في مصر وكان لونها ابيض في الوقت ده. بعد كده جه عصر الدولة المملوكية في عصر الظاهر بيبرس، وحصل خلاف بينهم وبين ملك اليمن في الوقت ده كان اسمه المجاهد. الكلام ده عام 751 هجرية، وقال لك احنا هننزل كسوة الكعبة المصرية وهنطلع كسوة كعبة تانية باسم اليمن. المماليك صاروا جدا في الوقت ده وقبضوا على ملك اليمن في الوقت ده وبعتوه القاهرة مصفد في الأغلال. قالوا احنا بس اللي هنصنع كسوة الكعبة. أما في عهد الدولة العثمانية استمروا بصناعتها وزركشتها في الوقت ده. مش كسوة الكعبة بس، لا ده كسوة الحجرة النبوية وكسوة مقام إبراهيم الخليل. أنا ده كل سنة لغاية ما توقفت في عصر محمد علي. وقفت بسبب الصدام اللي كان حاصل بين أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أرض الحجاز وقافلة الحج المصرية في الوقت ده. الكلام ده كان 1222 هجرية. مصر رجعت تعملها تاني سنة 1228 هجرية. اما في عصرنا الحديث تأسست دار لصناعة الكسوة بحي الخرنفة في عريق قريب من باب الشعرية. لسه الدار دي موجودة لغاية دلوقتي وفيها اخر كسوة اتصنعت للكعبة. توقف تصنيع الكعبة في مصر عام 1962. ولت في الوقت ده المملكة العربية السعودية شرف الصناعة. لسه متابعين لغاية دلوقتي. صباح ابن النبي عليه افضل الصلاة.